بسم الله. تخيل انك واقف قدام مراية الصبح، بتبص على نفسك. ايه اول فكرة جت في بالك؟ نفسي اخس شوية. يا ريت عضلاتي تبقى أكبر شوية. بشرتي مش زي بتاعة الممثلين اللي بشوفهم في السوشيال ميديا. صح؟ مفيش حد فينا ما حسش بكده. لكن السؤال الحقيقي مش ازاي تغير شكلك، السؤال الحقيقي مين اللي زرع في دماغك ان شكلك اصلا محتاج يتغير؟ في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن العقل اللي اتسرق مننا واحنا قاعدين. النهاردة هننزل شوية للجسم، الجسم اللي بقى ساحة معركة مش نعمة، الجسم اللي بطلنا نعيش فيه. وبقينا نعيش عشان نعرضه. أنا سعيد. ودي الحلقة الثالثة من صحوة. النهاردة هنتكلم عن الجسم المستعار. تعال نحكي عن واحد اسمه ليون فيسنجر. سنة 1954 الراجل ده طلع بنظرية عبقرية اسمها نظرية المقارنة الاجتماعية. النظرية بتقول باختصار الإنسان عنده دافع فطري إنه يقارن نفسه باللي حواليه عشان يقيم نفسه. زمان كنت بتقارن نفسك بجيرانك، بزمايلك في الشغل، بالناس اللي بتشوفهم في السوق، والناس دول زيك عندهم عيوب، عندهم بطن بارزة شوية، عندهم شعر بيطير مع الهواء. فالمقارنة كانت معقولة، كانت إنسانية. لكن النهاردة بتقارن نفسك ب500 صورة وفيديو متحررين احترافيا في اليوم الواحد، كلهم إضاءة احترافية وفلاتر وتمارين رياضية مكثفة وأحيانا مواد كيميائية. النتيجة فجوة طول الوقت ما بين أنا دلوقتي وأنا اللي المفروض أكونه، والفجوة دي هي مصنع التعاسة. وفي دراسة انتشرت في مجلة بادي ايمج سنة 2020 لقيت إن 20 دقيقة بس من تصفح انستجرام كفيلة إنها تزود القلق المرتبط بشكل الجسم بنسبة واضحة. 20 دقيقة ده أقل من الوقت اللي بتقضيه في المواصلات. وده هو السؤال، وأنا مالي؟ ليه الموضوع ده يهمني؟ عشان السوشيال ميديا مش بس بتفرجك على أجسام مش واقعية، دي كمان بتقنعك إنك لو ما وصلتش للشكل ده يبقى في حاجة غلط، إنك مقصر، إنك مهمل، إنك أقل من غيرك. والكدبة دي هي اللي مخلياك تكره شكلك كل ما تقف قدام المراية. وطبعا هنا الكلام مش بس للرجالة، وكمان للسيدات، ويمكن السيدات والبنات أكتر من الرجالة. طيب بص حواليك على السوشيال ميديا، هتلاقي 3 أنواع من المحتوى بخصوص الجسم. النوع الأول اعمل عشان جسمك، وده اللي بيحول الجيم المعبد والعضلات لإله جديد. القيمة بقت بالشكل والباقي كله تفاصيل. النوع التاني كل عشان جسمك، اللي بيحول الأكل الصحي لطقس معقد وحياتك كلها عدد سعرات وقياس جرامات. النوع الثالث استعرض جسمك، وده باختصار خد صورة، حط فلتر، استنى اللايكات. ال3 بيجتمعوا على حاجة واحدة، إن جسمك هو أهم حاجة فيك، وإن الشكل هو القيمة. لكن بص على الإسلام، بص على التراث الإسلامي، بص على الزهد. الإمام ابن القيم رحمه الله عنده كلمة جميلة، إن الجسم للروح زي الدابة للراكب. الدابة محتاجة عناية لكنها مش الغاية من الرحلة. انت مش راكب الجمل عشان الجمل، انت راكبه علشان توصل. الإسلام بيحس على الصحة. الزهد الإسلامي مش معناه إن أنا أكره جسمي أو أهمله، معناه إن أفهم القيمة الحقيقية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، صحيح، لكن القوة وسيلة مش الجسم غاية. وسيلة تعبد بيها ربك، تعين بيها أهلك، تخدم بيها أمتك، مش مجرد لعبة تلمعها وتستعرض بيها في ساحة العرض. خليني أحكي لك قصة حقيقية، قصة رجل حقق حلمه وصعد للقمة ولكن خسر كل شيء في النهاية. إنه روني كولمان. وروني كولمان مش أي بطل، ده أسطورة كمال الأجسام، واحد من أعظم من اعتلى منصة مستر أولمبيا عبر التاريخ، وحصل على اللقب 8 مرات متتالية. كان جبل من العضلات، قوة لا تقهر. ولكن هذه القوة جاءت بثمن باهظ. كان روني يرفع أوزانا ثقيلة، كان روني يرفع أوزانا لا يتخيلها عقل. وفي عام 1996 سمع صوت طرقعة مدوية في ظهره، لكن هذا الصوت كان بداية النهاية. أصيب بانزلاق غضروفي. وماذا فعل روني بعد هذه الإصابة؟ لم يتوقف بل أكمل، واستمر روني في التدريب وتحقيق البطولات وتحدى جسمه، ولكن الغضروف كان ينهار بهدوء. بعد اعتزاله لكمال الأجسام عام 2007 بدأ جسده في الانهيار. أجرى 13 عملية جراحية في العمود الفقري،
تخيل 13 عملية، وإلى الآن لم يعد كولمان لسابق عهده، بل إنه لا يتحرك إلا بكرسي متحرك أو عكازين. تم استبدال مفاصل وركيه وزرعة البراغي والصفائح والأقواس المعدنية في جسمه. دلوقتي أقف معايا هنا. في نفس هذا العصر تقريبا عاش رجل آخر، ستيف هوكينج، راجل جسمه شبه ميت، حبسه مرض التصلب الجانبي الضموري في كرسي متحرك لعقود. لم يستطع تحريك أي عضلة في جسده، ثم فقد صوته، لكنه كان يملك عقلا جبارا. كان عالم فيزياء كونية من أعظم من أنجبتهم البشرية، أثرى الكون بعلمه وفهمه للثقوب السوداء. روني كولمان لا يزال حيا بيننا، جسده الذي ضحى بكل شيء لأجله خانه. وستيفن هوكينج مات جسده منذ سنوات، لكن علمه باق، اسمه محفور في تاريخ الفكر الإنساني. اسأل نفسك السؤال الصعب: مين المنتصر دلوقتي؟ اللي خدم جسمه حتى انكسر، أم الذي استخدم ما تبقى له من جسد ليخدم به عقله وعلمه والناس؟ المقارنة مش دعوة لإهمال الجسم ولا إهمال الصحة. الجسم نعمة، لكنها دعوة للاعتدال. إنك تهتم بصحتك، بالتأكيد إنك تمارس الرياضة، أيوة، تتغذى صحي، أيوة، لكن ما تخليش الجسم هوية. لا تجعل كل شيء، ما تخليهوش كل حاجة، لأن الجسم هيفنى والأثر هو ما سيبقى. وهو ده المعنى الحقيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية، النهاردة قبل ما تنام عايزك تعمل تمرين صغير. انتي أو انت وقف قدام المراية، بص لنفسك 30 ثانية بس. المرة دي ما تبصش على العيوب، بص على جسمك واشكر ربنا. قول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. رجليك اللي بتشيلك، ايدك اللي بتكتب، عينك اللي بتشوف، قلبك اللي بيدق، دي نعمة مش مستحقة، دي هبة من الله. في جملة جميلة بتقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مش عايزك تستنى المرض عشان تشوف التاج، شوفه النهاردة. طيب ليه الكلام ده مهم؟ عشان الجسم ده أمانة، أمانة ربنا حطها في رقبتك. نهتم بصحتنا، أيوة، نقوي أبداننا، أيوة، لكن باعتدال، لأن الجسم للخدمة لا للعبادة. الجسم وسيلة تعبر بيها للآخرة، مش غاية تتوقف عندها. وده بالظبط اللي هيخلينا نتكلم الأسبوع الجاي عن الوقت اللي بيطير مننا وإحنا مش واخدين بالنا. إزاي بنضيعه وإزاي بنسترجعه قبل ما العمر يمشي. ولو حسيت إن الحلقة دي مستك، شاركها واكتب لي في الكومنت إيه أول حاجة خطرت في بالك وإنت قدام المراية الصبح. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.